النرجسية مش نوع ولا اتنين بل تلاتة. الكاتبة ويندي بيهاري في كتاب تعرية النرجسي قالت لنا ان في 3 انواع للشخص النرجسي، الله يسعده ويبعده. النوع الاول النرجسي الصريح، وده شخص بيتصرف وكأنه محور الكون، مفيش غيره في العالم، قرارات يحطها والناس كلها تمشي عليها، هو الوحيد اللي ممكن ما يمشيش عليها لانه اصلا مفيش زيه، هو ما بيغلطش، يعمل اللي هو عايزه، منه لله بقى الشخص ده. النوع التاني النرجسية الكامنة، وده شخص بيظهر بمظهر لطيف جميل مبهر تتشدله كده، وبعدين يظهر لك النرجسية في أحلى صورها. بيحب قوي يشكر في نفسه، وبيحب قوي الناس التانية تنبهر وتسقف له، وهو أصلا مش مبهر ولا حاجة. بيحب الاهتمام والإطراء طول الوقت، ولو الاهتمام خف شوية عليه يشعر بألم جواه، يبقى يتنطط كده مش عارف يعمل ايه ولا ايه، ويتغير موده ويبتدي يقسى على اللي حواليه. يلا منه لله برضه. النوع الثالث النرجسية السليمة، شايف نفسه جامد ومفيش زيه ولكنه مش وحش قوي، يعني هو مغرور شويتين ولكنه يعرف يعبر عن مشاعره بشكل كويس ومش بيأذي اللي حواليه، فتمام ممكن نتعامل معاه. السؤال بقى، ليه ممكن طفل بريء جميل كنا بنقول له يا اختي جميلة حلوة يكبر ويبقى نرجسي اللي في حياتنا؟ ده اللي هنشوفه الفيديو الجاي، استنوني. انا فيروز يسري ودي حكاية قبل اليوم.